يعني انت منور. ويعني والله يعني اخيرا بعد طول انتظار وبعد بعد طول تنظر فعلا وبعد يومين بحالهم يومين فعلا. بحالهم، يعني دي اسرع عملية اسرع عملية بودكاست ممكن اعملها في حياتي. هانتنج حصلت في الدنيا. فاهم؟ مساء الخير، يلا نسجل. ما فيهاش مساء كده، فاهم؟ الفل. اخبارك ايه والله يا يا عبد صديقي؟ الرحمن فعلا انت ما شاء الله يعني شغلك حلو، اندر دوج فعلا. يعني انا كنت عامل حلقه، اخر حلقه بتاعت اللي انا حطيتها امبارح دي امم كانت عن الاندر دوجز. اه المفروض كنا انكلود مجهوداتك فيها بصراحه، يا ما خبر شاء الله يعني. ابيض، يا خبر ابيض، دي شهاده اعتز بيها. اخبارك ايه واخبارك ايه بعد ما خلصت جيش؟ كله فل. والدنيا عامله ايه معاك؟ كله فل، كله. بس انا مخلص قبليك، انا مخلص من 6 شهور. ما انت دفعه 6. انت يعني انت راجل كنت المفروض تردفت بقى وكده. خلاص بقى مش مهم الكلام ده، فاهم؟ احنا دلوقتي في حياه احسن. لا قشطه، الكلام ده بحبه عادي، لكن الكلام اللي هو قبل منه بقى بسنه وشهرين لا، ده ما بحبوش، ده ما بحبوش ومش عايز افتكره ومش عايز افتكر اي حاجه فيه. انت بعد ما تخلص بقى خلاص بقى، هو في الجيش، وفي ناس لسه في الجيش بعد ما خلصت، فاهم؟ هو لسه في بني ادمين بيدخلوا الجيش وكده؟ فاهم. ياه، فربنا ايه ده يا جدعان ده؟ ربنا يكون في عون كل واحد داخل، وربنا يكون في عون كل واحد هناك. وانت اخبارك اهم حاجه؟ كله فل الحمد لله. ايه اخر فتره الحمد لله الواحد مبسوط. انت اخر فتره يعني محقق حاجات جميله، يعني فاهم؟ ولسه الحمد لسه في لله لسه في والله. اكتر بقى، عارف؟ في طاقه كده ما بعد الجيش، باينه في فيديوهاتك، وباينه في المحتوى، وباينه في كل حاجه. فيعني والله دي حقيقة، دي اه حاجة من ضمن الحقائق فعلا، والله فعلا. يعني الواحد كان بعد ما انا ما خلصت المفروض ان الواحد كان بيفكر يهاجر، مش يسافر، لا يهاجر اصلا. امم بس لما الواحد ان شاء الحمد لله يعني بقى فيه بروجريسنج كويس، والناس بتقول جامد كمل كيب ات اب مش عارف ايه، فالواحد قال طب ليه نمشي؟ طب ما خلينا قاعدين صباح الفل. يعني الدنيا بايظه والحياه مش احسن حاجه، بس يعني اهو الحمد لله بقى في شغف بيطلع في حاجه معينه عامه يعني. امم يعني خلينا نقول اللي انت ايه بعد ما خلصت الجيش كده تقريبا، يعني قفشت سكة فيديوهات كده، ايه انت حاببها والناس حباها وعاجبة الموضوع، مش ناس كتيرة بتتكلم فيها. ف دي حقيقه. فيعني هو الفكرة نفسها عدد جات لك معين منين جدا دي؟ ليميتد. امم جات لي منين؟ هو بصراحه عشان بس الناس اللي بتدخل تكتب بقى في الكومنتس ماشي، بس دول الحمد لله ما بقوش كتير، وهقول لك ليه. امم عدد قليل يعني الحمد لله الفترة دي. بس اول لما انا كنت ابتديت في السكة بتاعت البوب فيديوز، انا مش عارف هي احنا نسميها ايه، هي احنا ممكن نسميها، هي الاسم العادي بتاعها ازاي فيديوز عامة، ان انت بتحكي عن السينما او عن الارتس عامة. امم بس بشكل بوب، بتتكلم بطريقتك، مش بتتكلم بطريقة educational. طبعا عادي ان انت تتكلم بطريقة educational، بس دي ليها جمهور ودي ليها جمهور، دي ليها انت بتارجت ناس معينة، وهنا انت بتارجت ناس معينة. ف كان طبعا هادي بسيوني اللي هو المراجعه النهائيه، طبعا ما شاء الله بيعمل شغل عالي جدا، امم الله اكبر. فكان هو حليف يعني كان ايه، كان هو الصديق اللي في فتره الجيش حرفيا يعني. امم كان في فتره الجيش كده كنت بسرب تليفوني بقى معايا. ف... دي حاجات فكنت بقى اللي ما بقى نحبش نقولها ما تقولش مكانك بقى كان لا فين. لا لا، ما تقلقش ما تقلقش، كان متسرح لي. بس يعني كنت بداونلود فيديوز كتير، وهو ما شاء الله عليه يعني كان شغله عالي جدا. لا هادي بسيوني، يعني ان شاء الله كده الله مع, اكبر مع, مع عليه. بعد كام سنة هتلاقي بدأ يطلع ناس بيعملوا فكرة ايه، اليوتيوبر اللي عمل محتوى غير في فكرة اليوتيوب عامة، فاهم؟ دي يعني حقيقة دي حقيقة. يعني هو عمل حاجة. بعد كده هيبان، بعد كده ايه، هيبان اثرها، وهيبان ناس بقى هتطلع تعمل الحاجات اللي هو بيعملها، فاهم؟ وعاجبه ناس كتيرة، وفي ناس كتيرة بدأت تمشي على نفس الفكرة دي، او تاخد منها وتعمل بقى حاجات محتوى ليها اكتر. بالظبط. اه فالراجل ده عظيم، الراجل ده عظيم والله. بصراحة يعني بصراحة الكونتنت بتاعه ريتش جدا، والله اكبر عليه. هو كمان دارس برضه، يعني انا كنت شفت له اكتر من حاجة. لا هو دارس يعني هو عامة، باين هو قوي يعني ان هو هو دارس. دارس وبيعمل فيديو، فاهم؟ اهم حاجة في الشخص اللي بيعمل يعمل الفيديو بتاعه وخلاص، وحاجة جميلة وتعجب الناس، ويسكت على كده وخلاص، ما يكترش ولا بيعمل حاجة، ولا كانش بيطلع بوشه اصلا، ولا حابب يعمل بالظبط. لقاءات، ولا حابب يعمل حاجة. يعني انا من امنية حياتي ان هو يطلع معايا في البودكاست، بس عارف هو مش هيطلع ليه؟ لان هو ما بيظهرش في حتة، فاهم؟ يعني هو بيعمل المحتوى بتاعه وخلاص على كده وشكرا، مش عاوز حاجة تاني.
انا شفت له بودكاست على فكره في سينماتولوجي. السينماتولوجي دي تعتبر احسن حاجه في اليوتيوب كلها عامه. يعني هتبقى كمان كام سنه كده، كمان كام سنه ايه، لا هي اوريدي خلاص بقت ريفرنس لاي حاجه. يعني دلوقتي ما شاء الله بقت عامله كده زي ايه، لايبراري كده للسينما عامه. وما شاء الله استاذ محمد ابو سليمان حاجه الله اكبر حقيقي يعني. يعني كل البودكاست بتاعته ممتعه، يعني اتفرج كده على اخر بودكاست مع عمرو سلامه، حاجه استيك والله العظيم. الناس الجميله اللي بتعمل محتوى بودكاست مختص بالسينما بس وجميل الصراحه. وحاجه الله اكبر بصراحه يعني. فاحنا كنا بنقول على سيره المحتوى. فانت خدت جزء من اللي هادي بسيوني كان بيقدمه. بص انا عامه يعني وطورت فيه، فاهم يعني. هي الناس كانت اكتر حلقات مثلا خدت في سكتي. اكتر حلقات عجبها مثلا هادي بسيوني اللي هي حلقه ايه، ابراهيم الابيض، صح؟ كانت حلقه جامده جدا بصراحه. فانت تقريبا خدتها بقى وانتشرت بقى في مجال السينما اكتر، فاهم؟ محدش بيعمل بقى الحاجات دي خالص، حاجات زي بقى ارهاب السينما فعلا. المصريه دي حقيقه، الافلام اتظلمت والبلطجي والكلام ده كله، فاهم؟ انا خلت يعني انا ايه، انا كنت شفت كذا حد بيعمل كذا حاجه، فانا قلت يعني ايه اللي يميزني عنهم، او مش هينفع ان انا اعمل زي كذا او هفضل امشي بوتيره كذا، لا انا لازم ان انا اعمل فرايتي. لازم مثلا ممكن في مره مثلا، يعني انا كده عشان كده سميت الشانل بتاعتي خالد نبيل، اللي هو انت ممكن تتخيل في اي وقت ان البني ادم ده هينزل اي حاجه في اي حاجه بس كده. بتكلم على الكوره بقى بالظبط عادي. بالظبط يا باشا. فعشان كده اتكلمت مره عن الكوره، مره عن المسرح، مره عن الفيديو مثلا بتاع امبارح ده ملوش اي علاقه باي حاجه. يعني ده انا اصلا كنت بسترسل في اغلب الوقت، كنت برتجل. يعني دخلت لك محمد صلاح في مش عارف مين بتاع CEO بتاع نوكيا على مايكروسوفت على مش عارف ايه. من اكتر حلقات عندك الاندر دوجز اللي في الفتره الاخيره اللي هي بتاعت مصر اللي ما صعدتش كاس العالم. بصراحه دي اكتر حاجه هتت معايا، وكانت اكتر حاجه تعبتني. يعني الفيديو ده استنزفني مثلا سكة اسبوع. حزنتنا على حالنا يا خالد في الحلقة. بس تعرف ايه اللي يزعل يا اخي؟ بس تعرف ايه اللي يزعل؟ كل الحاجات اللي ظهرت في الفيديو. لا هو فعلا الحلقة دي يعني ايه، انا مثلا كتبتها في 4 ايام، وعلى فكرة انا بعمل كل حاجة لوحدي، وان مان شو. يعني انا بكتب، بسجل، بنفذ، بمنتج، كل حاجة، بتست كمان كده. الفيديوهات بتطلع عظيمة والله، فاهم؟ هي بصراحه يعني احسن حاجه في الفيديوز اللي انا يعني انا بحسها. يعني انا مش عايز والله اقول ان انا بعمل حاجه حلوه، لا خالص والله، انا عادي، انا زي اي حد. بس الفكره التون بتاعتك وانت بتتكلم بحاجه انت باشنت بيها بتبان قوي وبترفلكت على الناس. يعني مثلا اللي بيحس اللي انت بتتكلم صح لما يسمع تون صوتك حرقتك اللي اسمها حرقتك، مش حرقه دمك، لا حرقتك، اللي هو بتتكلم بطبيعتك انوف جدا، فاهم؟ فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بهتم بيها قوي، اللي هو انت لازم تكون نفسك. فعشان كده مثلا عجبني بحب مثلا الدحيح. يعني انت مثلا ليه انت بتحب الدحيح ومش بتحب حد تاني بيعمل نفس الكونتنت بتاع الدحيح؟ نفس الكونتنت، بس انت مش بلعه قوي. عشان احمد الغندور الله اكبر يعني طالع بيسترسل، مع انه سكريبتد وكل حاجه، بس تحس ان انت صاحبك حبيبك، انت قاعد مع القهوه عادي. مفيش اي مشاكل. هو قاعد بيحكي لي القصص اللي هو بيحكيها دي على قهوه عادي، مفيش اي مشاكل. بالظبط الطريقه البوب دي دايما ايه always win يعني عامه. بس يعني الحمد لله ان هي عجبتك بصراحه. يعني حلقه كاس العالم دي انا اصلا ما كنتش متخيل ان هي هتهت قوي كده، بس يعني الحمد لله. وكمان انا اغلب الناس عندي سبسكرايبرز بيتفرجوا على حاجات ليها علاقه بالسينما، حاجات ليها علاقه بالارتس عامه، فان هم يلاقوا مره واحده حد بيتكلم في الكوره، فمش عارف، بس هي ظبطت الدنيا معايا بصراحه جدا يعني بصراحه. طب انت بقى يعني خلينا نقول ايه، يعني التغير اللي هو مش في يوم وليله قوي، بس يعني ايه جه بسرعه، اللي هو ما بين حلقه خالي من الكوليسترول لهوب مره واحده الفيديوهات بتعلى، فاكيد جالك ناس متابعين جداد، جالك ناس داخله قناه جديده بيكتشفوا ايه الموضوع. انت واجهت بقى الكلام ده ازاي، فاهم؟ هو انا كنت عندي كام سبسكرايبر او كام فولور؟ لا هي دي كانت الهيت بتاعتها اقوى حاجه كانت على الفيسبوك. على الفيسبوك انا ساعتها كان عندي كام مثلا سبسكرايبر، كنت ساعتها بعمل الفيديوهات بطريقه عشوائيه جدا. يعني حتى الفيديو بتاع خالي من الكوليسترول ده انا شايف ان هو من اضعف الفيديوز بتاعتي. ليه؟ لان انا كنت بتكلم، انا ما كنتش عارف انا بلخص ولا انا لخصت الفيلم. انا ما بحبش التلخيص جدا، يعني انا اكتر كونتنت انا مش بحبه هو التلخيص. على عيني وعلى راسي كل اللي بيعملوه، بس انا مش بحب التلخيص. ليه؟
لانك انت اهدرت حق حد مثلا شغال في فيلم لمده سنه، انت شرحته لي في 10 دقايق، انا كده مش هتفرج عليه. فطب ليه؟ انت كده ضيعت مجهود ناس، يعني انت وباين ان انا انت اشتغلت. انت هل ندمان على مم. على تلخيصك لمسلسل لا 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 المسلسل العظيم؟ وخلينا نسأل أسئلة محرجة بقى. الحاجات المحرجة دي هي اللي ايه؟ لا 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 ولا اي ندمان ولا يعني انت ندمت على، يعني انت عايز تحقق، عايز تقول ان انت ندمت على كده. يعني انت قصدك بقى ان انت لا لا لا، بس لحد دلوقتي في ناس بقى بتدخل تقول لي يا عم حرام عليك خربت الفيلم، تقريبا هم ناس خلايجه يعني، بس طبعا على عيننا وعلى راسنا يعني. بس يا عم خربت الفيلم، مو متابعك مره اخرى، مش يعني بيكتبوا كلام اللي هو ايه، اللي هو انت بوظت لي، انت حرقت لي الفيلم يعني. بس والله انا ما كانش قصدي، انا ساعتها ما كانش عندي سبسكرايبرز ولا فولورز كتير. فانا ساعتها كنت بضبش، بحط كذا على كذا، بلخص مسلسل بتاع الزنا وابيوزف، اللي هو يعني اللي هو لما انا جيت داونلوده وخلصته قلت كده في سري، او قلت مع نفسي يا ليتني قدمته لحياتي، ايه اللي انا اتفرجت عليه ده يا جدعان؟ يعني ايه ده بجد، ايه ده يا غالي؟ طب فاهم؟ هل ممكن بعد مثلا بعد فترة كده تقوم داخل مفلتر القناة بتاعتك ومسح فيديوهات التلخيص؟ لا 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 يعني لا 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 انت معتز بيها برضه رغم اي حاجة. بالظبط، هيستوري صباح الفل يعني. فالفيديو بقى بتاع خالي من الكوليسترول ده بالذات، انا الفيلم ده بحبه قوي، وساعتها انا ما كنتش عارف انا بعمل كونتنت عن ايه. فزي ما قلت لك كنت بضبش، فكان عندي مثلا، كان ساعتها كان عندي كام، كان عندي 4000 فولور على الفيسبوك. حطيته وصحيت ونمت لقيت عندي ال 4000 ب 14000. يا خبر ايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ صباح الفل، مالكم في ايه؟ كل دول بيحبوا اشرف حباي، مالكوا يا جدعان في ايه ده؟ انا حتى يعني ايه ده؟ فما كنتش متخيل بقى. فلقيت كام سبسكرايبر زادوا، وعدد اللايكس بتاعت الفيديو على الفيسبوك 7K او حاجه زي كده. دلوقتي واصل 24، واصل ل 24000. فالله اكبر. بعد كده قلت طب خلاص بقى، طب ما طالما الناس حبت ان في حد بيتكلم عن حاجه ما حدش شافها، او فيلم اتظلم او كده، طب ما تتكلم عن حاجات اندر ريتد تانية. قمت جايب فيلم ايه؟ فيلم خلي الدماغ صاحي. الفيلم ده من اكتر افلام اللي انا بحبها في حياتي. دي حقيقة. الفيلم ده يعني عظيم. بص، عظمة العظمة. اجمل حاجة مصطفى شعبان عملها. بس هو ده الوحيد اللي عمله اصلا يعني. وتشوف بقى سامي العدل بقى طالع بدور عفريت، حاجة هزلية. اللي فكر انه يجيب سامي العدل اللي يعمله عفريت، لو ما غيرش من شكله يعني، فاهم؟ هو جاب سامي العدل عادي بنفس الستايل بتاعه بنفس تسريحة شعره وقال له انت عفريت. استاذ محمد ابو سيف الله يرحمه. حاجه صعبه والله بجد. لا الفيلم ده حاجه عظيمه. الفيلم ده بقى لما انا نزلت الفيديو بتاعه في نفس اليوم، او لا تاني يوم لما انا صحيت لقيته برضو عمل هيت جامد جدا على الفيسبوك. و بنت استاذه منى الصاوي اللي هي المؤلفه كتبت لي كومنت عليه. ده كان بص يعني كان وسام على صدري بقى، فاهم اللي هو ايه ده يا جدعان؟ ده الفيديو انا ابتديت اتعرف ياض ولا ايه اللي حصل فيه يا جدعان؟ بعد كده لقيت لك استاذه منى الصاوي نفسها داخله بتكومنت. بعد كده لقيت ناس انا اصلا كنت عامل لها فولو على التيك توك وعلى الفيسبوك، ناس هم اصلا فويس اوفر يعني. حد زي مصطفى الريدي ده من ده اللي هو بيقول مع روتانا مش هتقدر تغمض عينيك كده يعني. لقيت ناس كبيره بالظبط فاهم عاملين لي فولو بيتابعوني، وايه ده لا ايه اللي حصل فيه ايه؟ فبس. وعامه الفيديو ده خد كوبي رايت واتمسح من على اليوتيوب يعني، اللي هو بتاع خلي الدماغ صاحي. بس كان من الفيديوز الجميله. ما نزلتوش على اليوتيوب تقريبا صح؟ لا نزلته بس خد كوبي رايت. انا اوحش كونتنت في الدنيا اللي احنا بنعمله ده عامه يعني، حاجه صعبه خالص. كوبي رايت صعب. يعني انت بتتعب في فيديو تقعد تمنتجه وتجيب لقطات منه وتعمل فويس اوفر بالظبط، وليالي قد كده، في الاخر بمجرد اي حاجه يلا مع السلامه بالظبط. حاول مره ثانيه. والله عارف انت مثلا فيديو كاس العالم ده، انا المفروض ان انا رفعته بعد اسبوع شغل ومونتاج وكتابه وكل حاجه. في يومين تانيين كنت بحاول ان انا ابلوده خلاص، وكل ما انا بابلوده بقى الالجوريزم بتقفش حته فيها كوبي رايت، تقفش حته فيها كوبي رايت. يعني الفيديو اللي انت شايفه لو انت شفته على اليوتيوب هتلاقيه اصلا معظمه فيه صور وحاجات بايظه يعني. هو الميكانيزم بتاعته بايظه جدا على اليوتيوب، لكن على الفيسبوك مظبوط، لان الفيسبوك يعني في فير يوز شويه في حته الكوبي رايت. والله الاثنين عايزين الحرق بس يعني صباح الفل يعني. الفيسبوك سهل شويه. عايز ايه عندنا يعني؟ الفيسبوك سهل ان انت تمسكه يعني حاجات حزينه وعاوزين مننا، ما تسيبنا
يعني المشكله في حاجه، المشكله ان انت مثلا تيجي تفتح التايم لاين على اليوتيوب او الهوم بيج، يعني تلاقي واحد يقول لك ايه ملخص ملخص ايه يا ربي، ملخص مباراه كذا وهدف محمد صلاح. طب ازاي الحاجات دي ما عليهاش كوبي رايت؟ ازاي الحاجات دي ما خدتش كوبي رايت وانا اخد كوبي رايت ازاي؟ وانا بحته اللقطه لازم اقعد اجيب صور بقى عشان ما اخدش كوبي رايت، لازم الفيديو يمشي بصور. بالظبط والصور اصلا بتخلي الريتم بتاع الفيديو ممل سيكا، فاهم؟ يعني حاجه صعبه. بس يعني بس كنا بنتكلم على ايه، على النقله دي وازاي واجهت الموضوع. طب انت عامه يعني يعني لما تكمل ان شاء الله، هل هتحب تهتم بموضوع الافلام اكتر؟ شايف اللي هو بيعجب الناس اكتر في حتت بقى في الافلام ما خدتش بالها، في حتت في التصوير، حتت في التاليف، حتت مش عارف ايه، زي مثلا الناس عامله جروبات على الفيسبوك ايه عشاق فيلم ابراهيم الابيض، بس كل ساعه لازم بحب الجروب ده قوي. الجروب ده كل ساعه لازم يجيبوا يقول لك انت عارف بقى العقد اللي كانت حوريه لابساه بتاع ام ابراهيم ده اصلا مفيش حاجه بتظهر كده في الفيلم من اللي فانت هتكمل في الحاجات اللي هي بتعجب الناس دي، ولا عادي هتكمل بقى عادي كله عامه بقى، اغاني على كوره على افلام؟ انا هعمل حته الدايفرسيتي دي، ان انا هتكلم في كل حاجه لحد ما اوصل لعدد معين من الفولورز، وابتدي بقى اعمل سينما. يعني انا اصلا بحب السينما جدا. تمام. انا اصلا في العادي انا ممثل اصلا، يعني انا اصلا كنت بمثل مسرح وكده وانا صغير وبتاع، ولما كبرت طبعا حبيت ان انا ابقى ممثل وكده، ودي هحكي لك بس ارد بس على الحته دي بالذات. فعايز اوصل لعدد معين كده من الفولورز او السبسكرايبرز كمان، واعمل بقى ايه شورت موفيز، سكتشات، كلام من ده وبتاع. وعادي قشطه ممكن اكمل برضو في اللي انا بعمله، مفيش اي مشاكل، بس ده الايه ده اللي انا عايز اعمله علشان احقق حاجه معينه. عشان للاسف مفيش حد بيبص على الناس، يعني مفيش حد بيبص على اي حد عنده تالنت. انا مش بقول ان انا تالنتد وبيج تالنت وعظمه العظمه، بس يعني حتى الناس المنتجين الدايركشن دلوقتي مش ماشي ان انت تجيب ناس بيعرفوا على قد ما ناس اتشهروا. يعني مثلا في ناس مشهورين طبعا ربنا بيرزق الناس وكل حاجه، بس يعني مش ما عندهمش تالنت ان هو التمثيل او حته الاخراج او كده، بس بيظهروا علشان في دايركشن الناس دي لازم تظهر، ابن كذا بنت كذا مش عارف ايه. فعادي يعني احنا بقى لازم احنا نعمل الفن بقى بتاعنا، فالناس بقى في يوم من الايام تقول لا احنا الراجل ده اكبرنا، يعني انا اكبرتهم ان هم يبصوا عليا. بس ان شاء الله اعمل كده يعني باذن الله. يا ريت يا اخي، اصل احنا داخلين على جيل بقى فاهم، جيل كله ابناء وبنات عاملين حرفيا يعني ابناء عاملين كلهم شريف اكرامي يعني بقى وحاجه صعبه خالص. احنا على الاقل الجيل بتاعنا تقول لا ايه، لا ابن عادل امام، ابن مش عارف مين، كانوا ناس معدودين يعني فاهم. دلوقتي بالزبط. بسم الله ما شاء الله، واللي فيهم مش فنان هو شخص مشهور جدا على السوشيال ميديا وبيعمل فيديوهات جميله، فبيتجه للفن بقى عشان هو عنده حساب على التيك توك، فبيتجه للفن. بالظبط. انا مثلا عندي في حد انا بحبه عمل كده ومبسوط له جدا، احمد رمزي في حد ذاته هو دارس تمثيل اصلا، فيستاهل بقى اللي هو وصل له. ليه؟ لان هو الولد مش دمه خفيف جدا، يعني مفيش حد هيتفرج على فيديو ليه ومش هيضحك فاهمني؟ فالتانيين بقى كرنج اللي هو يعني عاوزين تاخدوا من يعني عاوزين تتجهوا للسوشيال ميديا. في ناس تستاهل فعلا، يعني في ناس تستاهل والناس يعني بتحبهم، مش مكروهين بالظبط، وبيعرفوا يعني عنده التالنت عنده الحاجه. يعني هو الناس عامه عندها حته اللي هو ايه، ده عنده كام سبسكرايبر، ده عنده كام فولور، تعال نجيبه بس. وعامه هي ارزاق، هي عامه اللي بيوصل كمان بالشكل ده مش بيكمل، هو بس يا دوب بيبقى خد اللقطه في فيلم او مسلسل او كده ومش هيكمل كتير. يعني ده يا عم ده الراجل محمد اللي هو بتاع عامل النظافه ده دلوقتي بيقول لك قولوا لي بعد كده يا فنان ويا نجم. صباح الفل. احنا ما بنحبش نجيب حاجات بقى، نجيب حاجه توجع البطن في البودكاست ده بعد اذنك يعني حاجه صعبه. انت ممكن تلاقينا بعد يومين مستضيفه في حلقه فاهم، ويطلع بقى هو وابن شعبان عبد الرحيم، بس يعني دلوقتي حالا ما نجيبوش في البودكاست ده انت كل ما اعمل ريفريش انت بالنسبه لك خلينا مركزين في حته السينما شويه يعني. اوكي، انت شايف السينما عندنا ماشيه في اتجاه صحيح ولا شايف الدنيا برضو زي ما اتولدنا زي طبعا. ما هي زي ما مفيش حاجه بتتغير فيها؟ لا طبعا استحاله طبعا. ده السينما السعوديه دلوقتي هي اللي هتعمل طفره ما شاء الله. ده اللي انا ملاحظه من الفيديوهات بتاعتك، ان انت افلام زمان
يعني انت بتجيب مثلا حاجات من افلام زمان وحاجات من افلام دلوقتي. اصل هجيب لك ايه دلوقتي؟ هجيب لك ايه؟ صلي على النبي، هجيب لك ايه؟ يعني الدنيا زمان بسم الله ما شاء الله كانت جميله، كانت جميله، كان وافلام في سينما. جميله، وكان في سينما بالظبط. مصريه فعلا. دلوقتي احنا ما فيش حاجه فعلا، ما فيش حاجه. يعني انت تقدر تقول لي دلوقتي آخر انت فيلم جامد. عظيم مثلا انت شفته في نزل اخر في فيلم عظيم انا السينما؟ شفته فيلم فوتوكوبي بصراحه. يعني انا بسالك على مثلا في اخر 5 سنين في فيلم عظيم مصري نزل. يعني لا، فوتوكوبي بصراحه، فوتوكوبي ده اعظم الافلام اللي انا شفتها في حياتي مم. حاجات حرفيا. بس وده حاجات برضو سينما، بس السينما المستقله والسينما الكلام اللي هو بيقعد يقول، بس قصدي فيلم انتاج فيلم بقى يدخل له سينما بقى وكده وبتاع. والله يعني استحي اقول لك فوتوكوبي 3 مرات بس عامه. عندك فيلم لا ايه هو كان فيلم عظيم يعني. كان قصه جميله بين بعشقه. محمود حميده وشيرين رضا يعني. بعشق الفيلم ده. يعني ده الفيلم الوحيد اللي شيرين رضا مثلت جامد فيه بقى. هو مسلسل ايه بدون ذكر اسماء. المسلسل ده بحبه جدا، بتاع وحيد حامد. عظمه. فعندك مثلا فيلم هو يعتبر امتداد. انا مش بحسبه من ضمن الافلام القويه. الفيل الازرق 2. انا بالنسبه لي الفيل الازرق 1 بصراحه يعني ما فيش زي كده، مفيش حاجه بعد كده. بس انا برضو خالد، يعني برضو مش عارف انا صح ولا غلط. لسه السينما المصريه فيها كليشيهات. لسه الحاجات اللي هي اتلغت بقى في الدنيا كلها لسه احنا بنعملها. لسه لازم البطل ينتصر في الاخر، ولسه لازم الحق هو اللي يكسب، ولسه لازم السعادة هي اللي تعم علينا يا عبد الرحمن انا عايز اقولك على حاجة. ده لسه لحد دلوقتي الافلام الكوميدي عندنا بيحطوا فيها الكويركي ميوزك اللي هي بتاعت ده انت متخيل صوت ضحك صوت ضحك الجمهور في الاستوديو. يعني ايه ده يا جدعان ده؟ يعني انت لسه بيقول لك انت لازم تضحك دلوقتي، خلي بالك الحته دي بتضحك. اضحك، سبويلر اليرت، انت هتضحك ناو يا عم والنبي. حتى الافلام الكوميديا ما بقاش يبذل مجهود ان هو يخلي عقل اللي قدامه يشتغل في الافيه. يعني مثلا انت قلت افيه، مفيش، انا خلاص قال افيه، انا انبسطت ان هو قال، لازم بعدها اقول لك الشرح. يعني سيبني انا فهمت شرح النكته وانا مبسوط ان انت قلت افيه. طب انت بالنسبه لك يعني على ست الموضوع ايه كلاشات السينما المصريه اللي لسه موجوده لحد دلوقتي؟ زي ما انت قلت كده، الخير هو لازم ينتصر في الاخر، وده مش لازم خالص عامه. يعني عندك مثلا، او ممكن تقول لي الخير ينتصر، او خلي لي الموضوع عايم، او انا استنتجه. يعني مثلا فيلم زي المصير، انا الفيلم ده بحبه قوي. يعني الفيلم ده يعني اتكلمت عنه كتير قوي، حتى في افلامي كلها بستشهد بيه. يعني الفيلم الارهابي ده يا اخي ده معلش يعني عشان الحته دي مضايقاني قوي. ده فيلم تيتو. قول لي. فيلم تيتو لما تيتو مات في الاخر يقول لك ايه، احمد السقا كان بيحكي في يقول لك احنا جبنا كل منتجين مصر وقعدنا ونشوف مصير هل تيتو لازم يموت في الاخر ولا يعيش عشان لا دي افوره، ده احمد السقا بيأفور عادي يعني، ما تاخدش على كلامه عادي. ايه هو ليه لازم ليه عاملين قرار مصيري واجتماع وكل منتجين مصر جايين عشان البطل يموت في الاخر؟ ده ايه صعب في كده؟ ما يموت ولا يتحرق، هو كان جوز خالتي. ليه هو على رأي ماجد على رأي ماجد المصري. يعني يوم ما خلوا البطل يموت عملوا اجتماع وكانت ليله وخدوا برأي الناس وكان تصويت والحمد لله قالوا انه تيتو لازم يموت في الاخر، لازم يبقى ده المصير. لا بس تيتو بصراحه كان بيعيطني بصراحه يعني. جميل، واحلى حاجه انه موتوه في الاخر، يعني دي نهايه حلوه. انا بحب الفيلم ده جدا بصراحه. وبحب كمان يعني في تفصيله كده انا هبقى اعمل لها فيديو، اللي هي بتاعه المزيكا في السينما المصريه. يعني مثلا ايه المزيكا بتاعه لما تيتو كان فرحان ومبسوط، جاب لك الحكايه ما بتنتهي، كان جابها لك وهو مبسوط كده لما هو كان في الملجأ مع الاطفال، تمام. لكن لما مات بقى جاب لك تن ومشهد هما بالظبط. المزيكا بقى بتتغير وصوت امير، صوت اسمه ايه، اسمه هاني عادل، بيغني هاني عادل وهو بيغني حزين اكتر، فاهم؟ لا الفيلم ده بيعصبني جدا جامد بصراحه. لازم تعمل مراجعه على فيلم تيتو ان شاء الله. عندك مثلا الرجل العناب حاجه عظمه العظمه. انا نسيت احطه في الفيديو اللي فات. ومبسوط ان الناس بدات بعد، يعني انا اتفرجت على الرجل العناب اول لما نزل، كنت بنزله حلقه بالظبط. كان بيتعرض على قناه عربيه، مش بيتعرض على قناه مصريه حتى.
انا مبسوط انا ان كان استنى كده، كان بيتعرض على قناه ايه وانا في 2013 حاجه مش فاكر كده على تصدق. قناه عربيه حتى، ما تعرضش في مصر ولحد دلوقتي هي ما فيش. قناه مفيش قناه قناه اشتريته بير في سلم مصر. كده زي حبيشه كده والحاجات دي، حاجات فاهم. كده، ولحد دلوقتي مفيش قناه في مصر اشتريته يعني، فاهم؟ انا مبسوط ان ايه الناس والاجيال بقى اللي طالعه، فاهم، بدات تدعبس في الحاجات بقى تتفرج الحاجات عليه. الجميله دي ده يعني في بقى. اكونت تيك توك بينزل كل يوم كل يوم فيديو فيديو رجل الرجل عناب جامد فشخ. الحاجات برضو الناس هتكتشفها بعد فتره، البرنامج بتاع الفرنجة. يعني البرنامج انا ده بعشق برضو البرنامج ده. ايه يعني، يعني يفتكر برضو الناس بعد فتره هتقعد برضو تجيب فيديوهات من البرنامج ده ويقول لك مش عارف ايه، وهيعملوا عليه فيديوهات مش عارف ايه، بس فاهم. انا البرنامج ده بيخليني عايز بكره اطلع باسبور واروح اسافر على طول والله بجد. لا 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 بس برضو جامد. على قد ما بيحبك في بره، على قد ما لازم في اخر البرنامج يحببك في بلدك ويجيب لك يقول نموذج لك هلم ناجح. الهدوم والهموم واللعب وفي الاخر ده بجنيه مش عارف ايه، ده بتاكل يا بجنيه راجل. بتاكل فين يا عم، بجنيه فين يا عم. انا بعشق المسلسل، بعشق البرنامج ده، فانا بعشقه بصراحه، اتمنى زي ما بعشق الناس حلقه المصيف. عملوا زي ما عملوا مع الرجل العناب كده، هيعملوا مع البرنامج ده ايه، ويعملوا له بيجات طب والله انت وفيديوهات وكده وحاجات. بسطتني بالحوار ده، هبقى اه اعمل له اعاده احياء كده يا ان ريت شاء الله. تعمل له عادي. طب خلينا نكمل موضوع الكليشيهات. زي ما قلنا لازم البطل يموت في الاخر، ولازم ما قلنا ان هو الخير هو اللي يمشي والحق هو اللي الخير هو يمشي. اللي والحق يمشي، ولازم طب ما تمشي ولازم الشعب يبقى جميل يعني، فاهم؟ لازم يبقى في نموذج مصري جميل، عشان احنا شعب جدع، شعب ده اصيل. دلوقتي الموضوع باظ خالص دلوقتي الموضوع دلوقتي الدايركشن ان انت دلوقتي تجيب كل الناس بتتصالح مع الدولة في الحاجات اللي هي بتاعت قانون التصالح. يعني هيجيب لك 2 قاعدين على القهوة، واكيد البطل لازم يكون استاذ شريف منير، لازم يقول لك ايه انت ازاي ما عملتش تصالح لحد دلوقتي؟ ياه ده انا عداد الكهرباء امبارح جالنا مش عارف الكهرباء جات لنا ب 300 جنيه، ياه دي قلت قوي، ده انا المره اللي فاتت جات لي ب 350. يا عم خلاص يا عم، والله عرفنا ان احنا بلد جامده جدا، خلاص بقى يا جدعان بقى. هو احنا شعب طول عمره في الافلام والمسلسلات لازم يبقى ابو الرجوله وابو الجدعنه. بصراحه بس بصراحه يعني كان اكتر حد انا مستني يعني. بص في الفيلم بتاع الهرم الرابع، مين اللي خبى احمد حاتم في الاخر؟ الشعب هو اللي حوطه وهربه. وحاطط لك مزيكا بقى اللي هو تحس ان انت عايز تقوم تدي التحيه العسكريه. ايه يا جدعان ده يا جدعان في ايه؟ فهو لا بس كان اكتر حد انا مثلا مستنيه الفتره اللي جايه خالد يوسف، بعيدا عن اللي هو بيعمله، بعيدا عن اللي هو عمله، بل اللي هو هيعمله. بس اكتر حد انا مستنيه بصراحه يعني مخرج لا 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 عظيم بصراحه يعني. انا اكتر حاجه بحبها في خالد يوسف ايه؟ ان هو حببني في فؤاد حداد. يعني فؤاد حداد ده من اعظم الشعراء اللي جم في تاريخ مصر، والمفارقه ان هو اصلا مش مصري، يعني هو لبناني، بس هو حب مصر جدا وكتب لها كلام حلو جدا. وخالد يوسف دايما كان بيحطه في كل الافلام. يعني لو انت اكيد شفت الحلقه بتاعت المخرج عايز كده دي، حطيت فيها التفصيله بتاعت خالد يوسف، ان هو حببني فيه. يعني دي اكتر حاجه انا بحبها في خالد يوسف بصراحه، ان هو حببني في فؤاد حداد. لا وراك الشعر بتاعه والكلمات بتاعته عظيمه الصراحه، كانت بتفرق في عظمه الافلام بطريقه رهيبه جدا. هو كان بيحط له كمان الكلمه اللي بيقولها بيحطها في جمله او سوري في مشهد محوري. يعني لازم المشهد ده يكون خلاص البطل هيتغير، هيحصل خلاص بقى في حدوته يعني، فبحبه. ما هو موضوع جميل برضو، ما فيش مخرجين كتير بيعملوه، ان هو يجيب شاعر ويحط الحاجات بتاعته في مشهد لايق على الفيلم بتاعه. مش كل الناس بتعمل بالظبط، الناس بتكسل تعمل حاجه زي كده بالظبط. بس هو عامه كل مخرج بيبقى ليه الحته بتاعته اللي هو متميز فيها، وبيحاول يوريها للناس، يحاول يدوقك كده حته من المعلقه. ف دي حاجه انا بحبها بصراحه. بحب المخرج لما يكون عنده فيجن كده، مش اللي هو مش موظف يعني. أيوة فاهمني؟ انت تشوف، يعني انا اكتر حد تعرف دي لمسه مين ولا المدرسه بتاعت ايه بالظبط كده، المدرسه بتاعته. يعني مثلا اكتر حد انا مستني له كده والله، انا حتى لما اتكلمت عنه في الفيديو بتاع المخرج عايز كده اللي هو بتاع البارت 1 ده، انا قلت على بيتر ميمي ان هو نحات، وانا مش قصدي طبعا اغلط فيه، انا كنت بقولها كده ان هي افيه، بس انا فعلا مستني له جدا، لان هو دلوقتي اشطر واحد. بس في نفس الوقت انا عايز اشوف الحته بتاعتك، عايز اشوفها. يعني انت عملت بتاع 8 مسلسلات ولا حاجه، مش يعني انت كلبش 3 لوحده في حد ذاته 3 اجزاء. واسمه ده الاختيار 3 برضو
ومش عارف ايه كان الاب الروحي ومش عارف حاجه تانية، اللي هو انت عملت حاجات كتير. طب انا عايز بقى اشوف بقى ايه لما انا اتفرج كده على فيلم، اشوف بيتر ميمي قصده ايه، او انا احاول كده افهم كده مع نفسي كده يعني حته كده بتاعت بيتر ميمي، زي يوسف شاهين عنده حته احنا نفسنا اصلا مش فاهمينها كده يعني، فاهم قصدي؟ محدش عارف، عايز اشوفك. محدش عارف يفهمها. هو نفسه مش فاهم نفسه بس قشطه يعني. طب خلينا يعني ايه يعني نبعد من حتة بيتر ميمي دي، ويعني بس اعتقد بيتر ميمي عمل افلام يعني ايه يعني لسه يعني هو عمل مسلسلات الناس شافتها كتيرة، بس الافلام مش قد كده. بس عمل سعيد كلاكيت والهرم الرابع، فاهم؟ هو بيحاول يكريت وحرب يونيفرس. كرموز بس من اجل هو زيكو، حرب من اجل زيكو كرموز كان يعني كان لطيف سيكا، بس هو من برضه اجل زيكو يعني حلو، بس بيقول لك ان هو كان منحوت ما انا برضه. عاوز الناس تبعدوا عن سكه ان هو كل ما بيتر ميم يعمل حاجه يقولوا ايه ده انت مش عارف، ده انت منحوت، ده يا جدعان ما هو اي حاجه اتعمل دلوقتي طبيعي يبقى في حد عملها في اي بلد في اي دوله، فاهم؟ خلاص القصص كلها اتعملت، فاهم؟ بص انا مع ان انت تنحت عادي يعني، مش مشكله ان انت تنحت. يعني مثلا في فيلم عظيم جدا انا بحبه، فيلم خرج ولم يعد. الفيلم ده من اعظم الافلام اللي شفتها في حياتي. خلاص. وفيلم كده يخليك تتحرك، تقوم اجري، اشتغل، اعمل حاجه، لازم اقدم على اعلانات مبوبه حالا بالا فعلا، اللي هو لازم تتحرك ان انت تشتغل، فاهم؟ لازم تعمل حاجه تخليك تتحرك من الزون اللي انت فيها او تخرج من الكومفورت زون. بس يعني ده كان متاخد من روايه اسمها مش عارف جنة الربيع، حاجه زي كده. هو متاخد من روايه، بس هم كاتبين ان هو مقتبس من كذا وعاملينه بقى مصري صباح الفل. بس يعني ده محمد خان برضو، محمد خان اللي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. يعني لو حاجه في النص مفيش مشاكل، وهو كمان كاتب ان هي مقتبسه او متاخده من حاجه معينه، فاهمني؟ بس مش الهيستوري بتاعه كله. يعني مثلا بيتر ميمي لو انت جيت مثلا تبص على الهرم الرابع، مستر روبوت، كازابلانكا مش عارف الفيلم ده برضو متاخد برضو من فيلم تاني. لا حرب كرموز كده كده ده كوميرشال جدا، يعني ده كوميرشال صرف. ما تغلطش في حرب كرموز لان انا شاركت فيه. شاركت في حرب كرموز. اوعى تقول كنت من الناس اللي ممكن واقفين قدام الاسم عاوزين امير كرارة يتحرك. انا عايز اقول لك بقى على حاجه كوميديه جدا. انا كنت محوشها للقائي مع منى الشاذلي، بس تقريبا كده اللقاء ده شكله كلام طول، فمفيش مشكله ان انا احرقها دلوقتي. هيجي ما تقلقش يعني. وبعدين هو اللقاء ده يعني تقلقش. اقول لك بص يا سيدي، انا جات عليا في فتره قلت بقى خلاص بقى انت لازم تديسكفر المجال ده، ولازم تعرف المجال ده ماشي ازاي عشان تبقى ممثل بقى وتتشاف بقى، والواد اهو مش عارف ايه ويشاور عليك وكده. خلاص. فكان في مره خلاص يقول لك احنا رايحين اوردر مجاميع ده يعني كومبارس، انت هتتحرك بقى من ورا البطل، هتتحرك من جنب البطل، هتتشقلب فوق مش عارف ايه، هتدي مشهد في الاخر يعني، مش هتقول كلمه، انت بس انت رايح تهفن، انا رايح اهفن من الاخر يعني. خلاص. فرحت يا باشا خلاص، والمفروض ان انا يعني ايه حاسس ان مش حاسس كده ان حد هيشاور عليا يقول احنا عايزين الواد ده، يعني احلام ورديه عبيط فاهم. لقيت فيه كتير قوي زيي. انا رحت لقيت عارف انت مشهد احمد الفيشاوي انا في كتير قوي زيي وخالد وخالد الغندور جمهوري كده فاهم. اهم حاجه طلعت في الفيلم ولا يعني لمحت بوشك ولا كانت صعبه؟ انت انا طلعت في فهمته ثانيه، عارف الفهمته ثانيه، بس طلعت في فهمته ثانيه حرفيا، بس طلعت عادي. عايز اقول لك ان انا شيرتها على الفيسبوك، واصحابي لحد دلوقتي كل ما الفيلم ده يشوفوه شغال على روتانا او ايا كان، يقوموا واخدين سكرين شوت للحته اللي انا طالع فيها، يقولوا اخويا مش عارف ايه كده. يا جدعان خلاص يا جدعان. المهم رحت كنت لابس ايه؟ كنت لابس قميص بيج عادي جدا، وبنطلون حاجه كده تحس ان هي كلاسيك. وهو ساعتها اصلا محمد السبكي يومها كان عايز ناس يا اما تلبس عساكر انجليز، يا اما تلبس عساكر مصريين، يا اما تلبس زي المصريين اللي هم واقفين قدام الاسم اللي انت قلت عليهم دول. خلاص. فانا اصلا بهدومي كده كنت جاي راكور جاهز ان انا ابقى من اللي هو الناس المصريين اللي واقفين قدام الاسم. طبعا احنا نبقى انجليزي. فقال لي مصريين بالظبط. قال لي اقف انت مع دول يا ابني، يلا مش عارف ايه كده. قلت خلاص ماشي. واليوم كان مرهق والجزمه بتاعتي اتسرقت، وكانت ليله يومها. والله كان شغلانه. الوجبه والله العظيم ما كانش فيه وجبه كمان. لا والله العظيم. ليك حق تزعل.
يا عم ده اليوم ساعتها كان ب 100 جنيه 100 جنيه يا خبر ابيض. بس 100 جنيه اول 100 جنيه في مشوارك الفني. فمش مشوارك الفني. آه. المهم ايه، رحت بقى بعدها باسبوع ولا حاجه. خلاص كنت بقى ساعتها ايه حالق ومظبط نفسي وبتاع وكده. قلت اصل انا اصل مين بيتر ميمي هيخليني ممثل؟ يعني هخليني ممثل؟ انا ماليش فيه، انا لابد فيها لحد ما ابقى ممثل. ازاي بقى؟ مش فاهم. ماشي. رحت وكنت بقى شياكه بقى يومها، لابس جاكيت بقى والدنيا كانت ابتدت تسقع بقى وكده. فبيتر نفس محمد السبكي اللي كان هو محمد السبكي ساعتها هو اللي كان بيودي الناس بنفسه، يعني هو اللي كان بيسكن الناس اللي هم المجاميع بنفسه، مش بيتر ميمي او حتى من مساعدين المخرج، مش اي حد، لا هو كان محمد السبكي. محمد السبكي يعني عامه هو تقريبا كده بيخاف على الفلوس جدا، لان هو كان عمال بيعد الرؤوس. هو كان بيجيب 1 2 3 4 5 يعدهم كلهم، عندك 80 واحد كذا، يكتب في الورقه، عشان هو بقى بعد كده بيحاسب الناس اللي هم بتوع المكاتب الكاستنج على كل راس حرفيا. والله ده انا عرفت حاجات، ده انا عرفت حاجات بنت لذينه. جزار فعلا. وفعلا راس جايه مع كل راس فعلا. متوقع. المهم ايه، لاني بقى لابس ومتشيك وبتاع، قال لي انت هذاكر انجليزي يلا كده. يا جدعان ده انا من امبارح كنت مصريين. الحمد لله يا جماعه. انا قلت بقى اشوف بويكا بقى وبتاع، وما جاش اصلا. ده هو جه 3 ايام حرفيا صور في كروما ومش عارف ايه وبتاع، وخلصت على كده. انا قلت يعني على الاقل نطلع بحد ناخد صوره معاه على الاقل، يعني للذكرى. بس يعني فبقيت يا اسطى عسكري بقى انجليزي بقى يومها. يعني انت متخيل عسكري انجليزي؟ يعني اللي هو يا جدعان طب انا امبارح كنت كذا عادي كده مفيش اي مشاكل. بس بقى. فادركت بقى ساعتها قد ايه ان الحوار ده لا يجدي وملوش اي 30 لازمه. بس بصراحه رحت تاني، بس ما رحتش في حرب كرموز، رحت في حاجات تانية. يعني رحت في حاجات تانية كتيره بقى، مش كتيره لا، حاجات قليله يعني. بس هقول لك كانت ايوه كانت برضه ثواني كده ولا حاجات بقى خلاص بقى ايه يعني لا شويه. ده انا اترقيت بقى. أيوة. أنا رحت مسلسل اسمه ايه، اسمه ليالي اوجيني. طبعا. بتاع ظافر العابدين وامينه خليل. اوكي. ومصطفى عبد السلام واسماء ابو اليزيد. الناس الجميله دي. وعلى فكره كان مسلسل جميل والله، يعني كان حلو. ماشي. رحت انا كده ايه، الواحد شعره ناعم وطول بعرض وبتاع، وشكلي قديم كلاسيكي شويه حبتين. فمساعدين المخرج بقى ساعتها كان فيه اهتمام. يعني مثلا اللي في حرب كرموز كان مثلا سكه 5000 واحد حرفيا. لا كان رقم مهول، كان رقم صعب، فاهمني؟ فمثلا عدد الناس اللي هم كانوا بيروحوا بقى في حرب في ليالي اوجيني ده ما يكملوش 30-40 واحد. فاللي هو كان الموضوع كان حلو، كان لذيذ. فلما رحت لقيت لك مين بقى؟ لقيت لك كل الممثلين الحلوين اللي انا قلت لك عليهم دول، ومساعدين المخرج كانوا بيختاروا ناس يبقوا راكور في حاجات معينه. بمعنى ناس مثلا هيبقوا في بارمان، هيلبس بارمان لابس سديري احمر كده وقميص ومش عارف ايه وبتاع، وانا كنت لابس سويتر، كنت لابس اللي هو السديري الاخضر بقى وقميص وبنطلون كلاسيك وجزمه كلاسيك وبتاع. قال لك انت هتفضل معانا لمده اسبوعين. قلت ايه ده؟ انا اسبوعين؟ ايه ده يا جدعان؟ ده بجد فعلا. وما تحلاش شعرك ولا تعمل حاجه بالظبط. بالظبط. وانا كده شعري ناعم فاهمني، فعلى طول كنت بجيبه على جنب كده، ما كنتش بغلب الستايلست حتى، يعني كنت على طول بقوم جايب شويه ميه كده تشيك على طول على جنب. وهو كان عامل لي الستايلف بتاعي كان عاملوا لي زي هتلر كده، كان خففوا لي خالص عشان اربعيناتي بقى وبتاع. بس يا باشا ففضلت بقى معاهم لمده اسبوعين. كان في مره كان هيخلوني اقول جمله، بس للاسف بقى كان في واحد كان ليه قرايب مهمين قال هو الجمله دي مكاني. يا ومن هنا انتهت رحلتي في التمثيل. بسبب ان الواسطه تدمر اي بني ادم وتدمر اي سكه حرفيا يعني. نعمل حلقه تانية عن دوره الرأسمالية في مصر وتأثيرها على انهيار الاتحاد السوفيتي واسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. يعني احنا كده وصلنا يعني الاخر القعده الجميله بتاعتنا دي. ويعني والله الواحد ما حسش بالوقت. ويعني ودي مش حاسس بحاجه. ودي مستحيل تبقى اول واخر مره، فاهم؟ دي مستحيل والله فعلا. انا حاسس ان احنا محتاجين نزود اكتر، بس يعني حاسس ان احنا عايزين نفتح اوبن دي. مستحيل تبقى اول واخر مره يعني. دي حقيقه يا عبد الرحمن. الحلقه دي مستمتع، تعجب الناس.
اتمنى واتمنى بقى الناس تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل كومنتات والكلام الجميل. يعني احنا داخلين على سنه جديده يا جماعه، واحنا ناس لسه مخلصه جيش، فيعني يا ريت يعني. فيعني راعوا بقى الكلام ده، فاهم؟ شغل ال2000 بقى والكلام ده. يعني انتوا لو عاوزين محتوى يبقى لازم نلاقي الدعم، ولازم نلاقي جمهور واقف في ظهرنا. حصل فاهم؟ والواحد مش عايز يتكلم، بس عبد الرحمن انا عندي مش عايز نصيحه. يتكلم يا خالد والله، يعني فاهم؟ يعني الحمد لله. بس انا عندي نصيحه، انت ممكن تخلي التشانل تسميها مش بودكاست. ما هو يعني برضو عشان نفس النقطه اللي انت اتكلمت فيها، يعني انت ليه مسميها أوكي، خالد نبيل، فاهم؟ ممكن بعد كده بقى ما الاقيش محتوى، ما الاقيش دعم بقى، فايه فاقوم طالع بقى اعمل فيديوهات. فخلوا بالكم بقى، اعمل فيديوهات عايزين تحديات 2000 دول يبقوا 90,000 بقى وبتاع. اعمل فيديوهات، هم اللي يجبرونا بقى ويرجعوا يزعلوا لما نعمل فيديوهات تحديات ومش هتصدقوا ايه اللي حصل. كبسوا. انتوا تحبوا المحتوى ده. ربنا يوفقك والله يا عبد الرحمن، انت حد عظيم والله العظيم بجد، واتمنى لك التوفيق يا رب الدائم يا حبيبي، وان شاء الله تكسر الدنيا. يا رب يا خالد، يا رب.